بقدر ما انت خايف على نفسك وتفكر بنفسك كلش زين وتحسب باكر شلون تعيش، اكو ناس مستعده ترمي بانفسها بالتهلكه وتجازف وتخاطر بحياتها من اجل الحصول على مود تحصل بعض الاثاره والمتعه. جبت لكم قصه مشوقه عن افضل من قاد المركبه وافضل من ساق السياره، شخص اوقف عقول العرب واوقف عقول العالم، اللي هو المعروف لا يعرف، اللي هو كينج النظيم. قصه احمد انه ما فيها في يوم من الايام جاء صديقه، طبعا احد اصدقاء السوء، قال له احمد شنو رايك نروح المكان جديد ونسوي فعاليات جديده؟ احمد طفل صغير قال له وين نروح شو نسوي؟ قال له شنو رايك نروح نشوف المهاجرين والمفحطين، يعني الناس اللي يسوقون سيارات ويسوون بها حركات واكشن ودرفت وكذا امور. هاي اللحظه احمد تردد، يعني يعرفون داخل السعوديه انه الهجوله والتفحيط، يعني اغلب دول العالم الهجوله والتفحيط ممكن تؤدي الى كوارث، يعني حوادث وموت، يعني احيانا توصل الى درجه الموت. المهم فاحمد تردد، صديق السوء هذا قال له يلا مشينا ما راح نخسر شيء، خلينا نروح هناك ونبوع الجو ما راح نسوي شيء، بعدين يعني شويه شويه يروي يصير حاله حال المهجولين ويسووا كوارث بالسياره ولا سمح الله احيانا تؤدي الى الموت. بالفعل احمد الشتاوي او كينج النظيم قبل هذا العرض وراح لهذا المكان، ولما وصل لمنطقه التفحيط بعد ما شاف هذا المنظر وانصدم من يمه وجماعته بصفه اللي هم اصدقاء السوق قاموا يشجعونه وقالوا له شوف هذا الشيء ايش قد حلو. احمد حب هاي السالفه وقال ليش ما اصير انا مفحط، وهنا بدات رحله صديقنا احمد بمجال التفحيط والهجوله. لكن الشيء المختلف واللي يميز احمد الشتاوي عن باقي مفحطين السيارات وسواق السيارات اللي هي كانت هي سياقته، كان اسطوره بالسياره مثل ما عندنا بيلي او رونالدينو او كريستيانو رونالدو او ميسي، افضل من لمس كره القدم هذا افضل من قاد العجله، حتى بعض العالم يصنفونه انه هو افضل من ساق السياره. شويه شويه بدا احمد يتراود لهذا المكان ويجي لمكانات التفحيط ويلتقي بالمفحطين، قام هو همين يفحط مثلهم، قام يسوق السياره بسرعه كلش عاليه ويدخل ويقتحم المكان ويروح يسرى ويجي يمنى. خبل العالم عجبهم، قالوا من هذا الصغير، هذا اللي عمره 15 سنه شنو قاعد يسوي؟ والناس انعجبوا بسياقته. والاغرب من هذا والشيء اللي يميزه عن باقي السواق انه هو كان يفحط بالسياره بسرعه 230 يا شباب، تخيلوا 230 الطياره تقلع على سرعه 200. وبدأ اسم أحمد الشتاوي يسطع بين سواق السيارات والمهجولين يا شباب، بدأ شوية شوية يكتسب شهرة وقام ينعرف بين المفحطين وبين عشاق التفحيط. وكان لازم هنا أحمد الشتاوي يخفي وجهه ويضيع اسمه حتى لا ينعرف ولا ينمسك، لأن معروفة التفحيط جريمة. وبعدين ورا ما ضم وجهه كان لازم يختار لقب، وانطلق عليه اسم كينج النظيم. مو هو اللي اختار هذا اللقب، لا الناس انطوه اسم كينج النظيم، كينج يعني ملك، ونظيم المنطقة اللي كان يسكن بها. بعض الناس قاموا يمجدونه ويحترمونه بشكل كلش مفرط، كينج النظيم اجى، كينج النظيم وصل. وبالفترات ذيك كانت الناس ما تقدر تعلن عن انه راح نفحط بكذا مكان، ما تقدر تقول انه احنا راح نلتقي بكذا مكان، كانت اكو مجموعات خاصة على التليجرام او على الانستغرام او ان كان من مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعات خاصة يقول يابا احنا راح نلتقي ونسوي تجمع بهاي المنطقة. لكن لما كان يتسرب خبر انه كينج النظيم راح يجي كان يصير المكان مزدحم، كانت تجي كميات هائلة من الناس على مود يشوفون تفحيط وهجولة كينج النظيم. يعني تقدر تقول 99% من الحضور جايين بس يشوفون هذا الشخص شلون يفحط وشلون يسوق السيارة ويلقي السحرة على المركبة ويرحون. كان من يدخل للتجمع ماكو اي سابق انذار، فجأة يقتحم بين السيارات يروح يمنى يجي يسرى، ويعني بشكل جنوني، يعني الحضور يقولون هسه راح يموت يا اخوان. كان يسيطر على المركبة بشكل يعني كأنه سحر، كأنه يعني لازم لازمة على السيارة. والأغرب من ذلك كان طلع ببرنامج أعتقد اسمه الستار، انطى تصريح كلش جنوني. شو يقول أنا أسيطر على السيارة بالسرعات العالية أكثر من السرعات الناسية، تحكم في السيارة على سرعة 220 أكثر من 120. يعني يسيطر على السيارة على 220 أفضل مما يسيطرها على 120. تفحيط له يعني قوانين وبعض التعليمات انه لازم انت يكون عندك مشجع او شخص يقعد بصفك يسوي لك جو انه انت تندفع وتسوي حركات يسرى يمنى، شلون الشخص اللي اخواننا بدول الخليج يسموهم معززين، طبعا هاي اللي هي معروفه داخل العالم الهجوله انه لازم اكو واحد يقعد بصفك، لازم انه اكو شخص يقعد بصفك يسوي لك جو حتى تعرف تسوق سياره بشكل جنوني.
وكانوا هذول المعززين او المشجعين اللي يقعدون يمه بالسياره يصورون وينشرون، الى ان وصلت فيديوهاته الى ملايين المشاهدات. ومو بس عند العرب، لا، وصلت عند الاجانب، يعني خبر العالم كله مو بس احنا، الى ان وصل اسمه للعالميه. قاموا الناس يجون من دول ثانيه بس يشوفون كينج النظيم شلون يسوق السياره. وبسبب هاي الشهره قامت السيارات تجي للباب. طفل عمره 15 سنه منين لا يجيب فلوس؟ ما سياره سوناتا او كامري او يعني هيلوكس، يعني منين لهاي المال؟ لا، ما كان هو يشتري السياره او ياجرها، قاموا الناس يجيبون السياره عنده للباب على مود يستعرض بيها. السيارات توصل له عند الباب على مود يفحط بيها. وكان صاحب السياره يتوسل بيه، يا اخي اصعد سيارتي، الي الشرف انه انت تهجول داخل سيارتي. الى ان في يوم من الايام كان عندهم استعراض، حال اي الاستعراضات الثانيه، وكانوا الناس منتظرين كينج النظيم على احر من الجمر، والناس مالين الشارع والمصورين كلها منتظره كينج النظيم يجي. الى ان اجى كينج النظيم من نهايه الشارع على سرعه كلش خياليه. واجا كينج النظيم من نهايه الشارع بسرعه كلش خياليه مثل ما متعودين الناس، وراح يمنى وبدا يسرى وبدا يستمر، الى ان السياره زحلقت من يمه وفقدت السيطره. ومثل ما تعتقدون طبت السياره بعامود، والناس انقلبت وراحت تركض على كينج النظيم، وكانت السياره شبه مقسومه نصين. رفع كينج النظيم راسه وشاف روحه ما بيشي، لكن لما باوع بصفه لقى صديقه اللي هو المعزز ميت. بعد هذا الحادث الشرطة أخذت موضوع التفحيط على محمل الجد، وبدأوا يبحثون عن قضية هاي الموت. وبعد ما وصلوا وعرفوا انه كينج النظيم كان يسوق السيارة، حطوه براسم وصار مطلوب للدولة بسبب جريمة التفحيط، وأدى بحياة صاحبه إلى الموت. ورا ما وصلوا كينج النظيم وقدروا يوصلوا له، تصدموا بكمية الأدوات مال تعديل السيارات والأرقام والمفكات، على مود لما يفحط بسيارة يقدر يغير لوحتها ويقدر يضيع على الشرطة. وبعد ما ألقوا القبض على كينج النظيم انتشر الخبر بالانترنت مثل النار بالهشيم. كينج النظيم انطرح او كينج النظيم انكمش. وخلال فترة المحاكمة احد القضاة اللي كانوا مشرفين على قضية كينج النظيم اقترح انه ينعدم كينج النظيم، وقال هيك شخص يودي بحياة الناس تهلكه المفروض ما يبقى على قيد الحياة. لكن بنهاية المحاكمة وصل كينج النظيم الى نتيجة انه هو راح ينسجن لمدة 10 سنوات. ولكن القصة ما انتهت اللي هنا وبس. بالفترة اللي قضى بها كينج النظيم محكوميته ما حد اجا من اصدقاء سوء، شيء اكيد ما يوصلوا لك لما تصير بالشدة. لكن الشخص الوحيد اللي كان يوصل لكينج النظيم اللي هي امه مسكينه، وضعها يكسر الخاطر. كانت تشوف ابنها مسجون ويقضي افضل ايام عمره اللي هو سن الشباب او الشبه شباب، يعني بين المراهقه والعمر الكبير بالسجن. كان ينكسر قلبها كل ما تزوره ويجي. وهو همين كذلك كينج النظيم كان يتألم من يشوف امه بهاي الحاله. يعني يا شباب كانت سمعه كينج النظيم كلش حلوه وكلش زينه، لكن كان الخلل الوحيد بيه انه هو كان يهجل بالسياره، لكن ما كان ابد يعني لا سامح الله يدخن او لا سامح الله يتعاطى مخدرات او يشرب كحول، بس كان الخلط الوحيد اللي هو الهجوله. وفي كينج النظيم لما شاف والدته بهاي الحاله قرر انه يتوب وما يوصل مرت الاخ لهيك اشياء، ما يوصل مرت الاخ للهجوله او هاي الاشياء. وبالفعل تحسنت سمعته داخل السجن وما كان يسوي اي مخالفات. والناس اللي كانوا وياه كانوا يمدحون يعني بكينج النظيم وهو مسجون، الى ان قرروا المحكمه او السجن انه يخففون عقوبته ويخفضوها سنوات قليله. وقبل لا تنتهي ايضا هاي السنوات بسبب حسن سلوكه طلقوا الصراحه. سبحان الله، ورا ما تغير واعلن توبة رب العالمين فتحها بوجهه. ورا ما طلع من السجن قرر انه يشتغل، وبالفعل حصل شغل. يعني من المستحيل انه شخص يعني مسجون ويطلع يحصل شغل بسهوله. ليش؟ لان يكون بسجل الجناء انه هو محكوم انه هو كان بالسجن، ما حد يحب يشغل احد مثلا لا سامح الله كان مسجون. لكن الله وفقه وحصل شغل واعلن توبته وصار حافظ للقران الكريم ويصلي وملتزم. لكن اصدقاء السوء ما عافوا، كانوا يحومون حوله. بيوم العالمي السعودي كان هاشتاج المتصدر التويتر اللي هو اليوم السعودي العالمي او اليوم العالمي السعودي، ما اعرف بالضبط شنو اسمه يعني تماما. كان كينج النظيم صاعد ويا اصدقاء بالسياره وكانوا يسووا له واهز، يابا كينج النظيم تعال فحط لنا شويه، سوق لنا السياره. وهو كان ممنوع من السياقه بسبب الحادث اللي صار. كينج النظيم قال لهم انا ما اقدر انه اسوق السياره، راح اجي وياكم بس اقعد بصفكم. وباللحظه اللي صعد بها كينج النظيم السياره ويا اصدقائه كان بهاي اللحظه الهاشتاج اللي هو متصدر التويتر اليوم الوطني السعودي.
لكن ورا فترة انصدمت الناس انه الهاشتاج اليوم الوطني السعودي صار رقم 2، واللي صدر الهاشتاج هو خبر وفاة كينج النظيم. هاشتاج وفاة كينج النظيم. ورا ما انتشر خبر وفاة كينج النظيم الناس تخبرت شلون مات كينج النظيم. مات اثناء الهجولة، لكن ما يعرفون القصة انه كينج النظيم مو هو اللي كان يهجول. اللي كان يهجول صديقه اللي هو كان برنس النظيم، اللي هو صديق الروح بالروح. وبعد انتشار خبر وفاة كينج النظيم ناس انقسمت نصين، ناس اللي هي كانت تقول يستحق انه هو يموت لان كان يهجول، وناس كانت تترحم عليه. وبعد هذا يعني الحادث المؤلم امه كانت واقفة على تابوته وتبكي وتصيح انتم ما عفتوا، انتم ما عفتوا. من هم اللي ما عفوا؟ اصدقاء السوء. انتم اللي علمتوه، انتم اللي علمتوه على هاي الطريق المو زين، وانتم اللي خليتوه يهجول. وحسبي الله ونعم الوكيل بكم. طبعا يا شباب اللي هنا كانت نهاية قصتنا عن المهجول او افضل من قاد العجلة اللي هو كينج النظيم. شباب اذا عجبكم المقطع حطوا لايك واشتراك، وانا اسف على هاي الغيبة، وان شاء الله راح ارجع مثل الاول واحسن من الاول. وبس ما عندنا شيء ثاني، لا تنسون تدعمونا باللايك والاشتراك. اشوفكم على خير ان شاء الله.